وهذا رئيس الأكاديمية، جزاه الله الخير. يا مرحبا وسهلا، حياك الله. والله بأمانة أكاديمية ولا أروع، يعني في كل محافلها الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، انتم دائما أنا أشوفكم موجودين بأمانة. يعني كفيتوا ووفيتوا. كلمة للناس توجهها في حال إذا حاب يشارك في بطولة ولا يحب يشارك في أكاديمية، وين يروح، وين يتجه، وين الأنسب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استفساري بالكلام اللي قلته قبل شوية صراحة أنا بغيت أقول حاجة. ما وصلنا له نحن في هذه الفترة الحالية والسابقة كله اشتباك الطاقم الفني والإداري كل الفئات. أنا بتكلم على فئة واحدة، كل الفئات. نحن في أكاديمية الأسطورة بنبني نشأ، وهذا كله بنكون شخصي، لا وراه مردود ولا وراه مال ولا قياس ولا أي حاجة. خاصة إن نصنع لاعبين كل متميزين إن شاء الله بإذن الله، ينتقلون من مرحلة الأكاديمية إلى مرحلة الأندية إن شاء الله بإذن الله. أي واحد حابب يطور ورده يوصل إلى أعلى مستوى، أنا أنصحه يجيبوا الأكاديمية الأسطورة، ترحب بالجميع بدون استثناء. حتى لو لاعب لا يلعب كورة أساسا، نحن ننشره من البدء من الصفر، حبة حبة لين يوصل دعوة بالصفر إن شاء الله بإذن الله. واحد أحد يكون فخر لنا نحن الأكاديمية وفخر لهم الوالدين إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يعطيك الصحة والعافية، حياك الله. رئيس الأكاديمية كابتن هلال، بعد كلمة كابتن هلال كلمة كابتن إبراهيم، وإن شاء الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الصحة؟ اليوم نحن موجودين هنا نحتفي بالإنجاز اللي قدموه الشباب في البطولة الرمضانية، بطولة الحيزة الرمضانية. حصلنا على المركز الأول إن شاء الله. عندنا حاجة بسيطة نكرمكم فيها، جوائز وإن شاء الله وجبة غداء، ونتمنى التوفيق لنا في الأيام القادمة. نتمنى اهتمامكم بالأكاديمية، أنا أتكلم كلاعبين، الاهتمام يكون من خلال الحضور، من خلال الأداء المتميز إن شاء الله بإذن الله. أنا أقول لكم شكرا 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 شكرا، جزاكم الله خير. أتمنى تكون أموركم طيبة وطيبين، جمعة مباركة علينا جميعا إن شاء الله. مثل هذه اللمات اللي يكون فيها تكريم من أكاديمية الأسطورة، طبعا هذا شيء صار بالنسبة لنا روتين، وهذا كله أولا فضل من الله سبحانه وتعالى، بعدين هم الكباتنة خططهم ومارينهم، بعدين يجي الدور الأساسي اللي هو أنتم تطبيقكم خطط المدربين والانتظام في الحضور. وبإذن الله هذا التكريم زي ما قال الكابتن هلال تكريم متواضع كبير من الأكاديمية، وهذا اللي هو بيكون
منهج اكاديميه الاسطوره الى قدام. الرغبه ان الاسطوره تكون رقم فارق في المحافظه. اكثر من كذا ان شاء الله. فنتمنى لكم التوفيق القادم. مبروك عليكم. كباتنا كابتن محمد الصديق. ممكن هذا امشيها هالمرة. الكابتن احمد مصعب. يا كابتن. اوكي. رص معاهم شوية براي. اوكي. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. يا اخي في القلوبية. اوكي. البركة بده يسوي العاطفة. ها؟ يستاهل يستاهل. الله يعطي الصحة والعافية. نشكر الجماعة إن شاء الله في البطولات القادمة، وحافظوا الأوفر وتجيبوا مراكز أحسن من كذا إن شاء الله. شنو مع المركز الأول؟ كابتن شافها. فهد نادي صغار. عندك الأكاديمية. لا صوت. الكابتن خالد. اوكي.
لكن الاساسي بنقلي. يا اخي عادي ما سمعت صدقه. الله 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 الله. درت نظارتك وين؟ ليش ما لبست؟ لحظة لحظة قبل لي لحظة. ندور خليك معي اول. هذا الولاد هذه هو. لكن هو لعيب هو لعيب. يا اخي فضل. سؤال معاملة. ما يضحك وقتها، ما يضحك وقتها. هاي ما يضحك وقتها. على فكرة هذا كان كابتن الفريق. ها؟ كان كابتن الفريق. لكن لا زال كابتن الفريق. نعطي له حقه. يستاهل والله يستاهل. يا جماعة شوية عادي شوية. كابتن ناصر انور. عادوا صفقة واحدة عادوا. يا جماعة لحظة هذا غيره هذا دراسته المصري الجاي تخطيط ما حد ما قال تخطيط والله العظيم بيفكر كذا الناصر ولا عشان وجهه كذا ها؟ واقف وسطانا كذا لما نتكلم لكن لا تروح لما بتروح بس خلاص. تستاهل صقر تستاهل. عبد العال محمد هذا هو بعدين. الله يعطيك الصحة والعافية. يا جماعة الخير في لاعب مميز وخلاص بيكمل رئيس الأكاديمية. اكيد كلكم عارفينه فعلا هو متميز نادر حامد. اللاعب تكريم الحاجتين، الحاجه الاولى انه مشارك في بطوله من نادي النقيز، الحاجه الثانيه انه راح وشرفنا تشريف البطوله اللي موجوده في النقيز، صح ولا لا؟ مع اكاديميه الجوهره. ايوه فوق هذا ما شاء الله اهداف زين متميز كان جدا 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 صراحه، شرفنا وفي راسنا ويستاهل. الله يعطيكم الصحة والعافية.